كيفية تفعيل خدمة عدم الإزعاج للآيفون. الخدمة دي مميزة جدا في حالة لو أنت مش عاوز مثلا بعض التطبيقات تبعت لك كل شوية نوتيفيكيشن. يعني مثلا بتسجل حاجة على الموبايل، أو مثلا قاعد في ميتنج ومش عايز كل شوية حد يبعت لك رسائل أو مثلا اتصالات. هنفعل خدمة عدم الإزعاج في الآيفون من خلال الطريقة البسيطة دي. هندخل على الإعدادات بالشكل ده، هننزل تحت هنلاقي في حاجة زي ما انتم شايفين كده التركيز. هتلاقي فيه خدمة عدم الإزعاج. في عندك طريقتين اللي هي الأشخاص أو التطبيقات. زي ما انتم شايفين كده الأشخاص في حالة لو انت عاوز تعمل إسكات الإشعارات من، وتبدأ تضيف. هنا بيظهر لك بعد كده الكونتاكت بتاعتك أو الجزء الخاص بأرقام التليفونات. بتختار بعض الأرقام اللي هم مثلا ممكن يتصلوا بيك في الوقت ده، بحيث طبعا ما يوصلكش إشعارات. او مثلا لو عاوز ترجعها مرة اخرى بتعمل السماح بالاشعارات وبتسيبها زي ما هي. كمان عندك السماح بالمكالمات من فقط، السماح لهم فقط، يعني انت بتضغط عليها بتسمح لعدد معين بس ان هو يتصل بيك في التوقيت ده. طيب في كمان اللي هو عدم الازعاج من التطبيقات، انك انت مش بيوصلك اشعارات خالص من التطبيقات دي، ان انت بتعمل اسكات اشعارات من او السماح بالاشعارات من. طبعا اسكات ان هو مش بيوصل لك اي حاجه. لو انت عاوز تضيف بعض التطبيقات بتعمل كده اضافه، بتضيف اي تطبيقات من اللي عندك بحيث ان هي ما توصلكش منها اشعارات، او تعمل السماح من الاشعارات في حاله لو انت عاوز تلغيها. وكل ده تقدر تعمله بكل سهوله زي ما احنا قلنا من خلال عدم الازعاج. كمان في خاصيه تانية اللي هي العمل والنوم، او مثلا الوقت الشخصي. اي حاجه انت عاوزها تقدر تعملها من خلال الاعدادات. طبعا في نهايه الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب، واشوفكم على خير فيديو جديد. مع السلامه.